هنتكلم النهاردة عن الغيبة والنميمة، وأنا هنا مش بتكلم عن المواضع الستة اللي بيباح فيها الكلام أو الغيبة. الغيبة تعتبر من كبائر الذنوب ومن عظام الآثام. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. النميمة إن أنت ماشي بتنقل الكلام عن الناس، ده فلان قال عليك كذا، دي فلانة قالت عنك كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات اللي هو النمام. وللأسف الشديد وهو واقع مر احنا كلنا عايشينه، هو تساهلنا في أمر الغيبة والنميمة. لازم تبقى عارف إن الغيبة والنميمة هي مظالم في حق العباد، وعلشان تتحلل منها فأنت محتاج إنك تتوب لربنا وتندم على فعلتك أو على اللي أنت عملته، وتنوي إنك مش هتعمل كده تاني. وقيل إنك علشان تتحلل منها فأنت محتاج تروح وتقول لصاحبها اللي انت عملته، ولكن الأرجح إنك في نفس المجلس ومع نفس الناس اللي انت ذكرت أو اتكلمت عن حد فيها بالسوء، إن انت تتكلم عنه بالخير اللي هو فيه على قدر استطاعتك، وإنك كمان تدعيله بظهر الغيب بعدد المرات اللي اتكلمت عنه فيها. عذاب القبر تلته من الغيبة والتلت التاني عن النميمة، فلو بطلنا الحاجتين دول بس أو جاهدنا نفسنا فيهم على الأقل، يبقى احنا حمينا نفسنا أو رحمنا نفسنا من تلتين عذاب القبر. ربنا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وخد بالك انت بتاخد اسم الغيبة وانت قاعد في قاعدة انت ما أنكرتش فيها اللي سمعته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والحديث ده تحذير واضح وصريح لينا احنا النساء أو السيدات من لساننا ومن كلامنا. ممكن حد دلوقتي يبقى سامع وبيقول في نفسه: أيوة فعلا الغيبة دي حاجة وحشة جدا، أنا بقى لما بتكلم عن حد أنا بقول حقائق، وبعدين أنا أقدر أقول له الكلام ده قدامه وفي وشه عادي جدا ما بيهمنيش. طيب خليني أقول لك الحديث اللي بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فإن أنت تتكلم على حد بالحقائق أو باللي هو فيه، فدي كده اسمها الغيبة. ومش معنى ان انت تقدر تقول له الكلام ده في وشه ان ده يديلك الحق انك تقول الكلام ده عليه من وراه، ولكن هي الغيبة بس كلام. السيدة عائشة كانت في كلامها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بتتكلم عن السيدة صفية، فعملت حركة بإيديها بتدل على ان السيدة صفية قصيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. للأسف الشديد الغيبة بقت الفاكهة بتاعة القعدة، اللي هو احنا قاعدين ومتجمعين على سيرة فلان أو فلانة، وكل واحد يبدأ بقى يدلو بدلو، فاحنا لازم نتكلم عن فلانة وعلانة علشان القعدة تحلو. في مقولة بتقول: السخرية هي موائد اللئام. أوقات انت ممكن تلاقي نفسك اتحطيت في موقف مش عارف تعمل فيه ايه، انك قعدت في قعدة والناس كلها قاعدة بتتكلم عن بعض، فانت محتاج انك تغير الكلام لو قدرت. طيب ما قدرتش، حاول انك تتجنب الجلسات اللي زي دي. اوقات احنا ممكن نبقى قاعدين معجبين بشخص او حابين قعدته، والشخص ده بيتكلم عن حد، فبضطر ان انا كمان علشان اوافقه في الكلام ان انا كمان اجاريه في كلامه، فبغتاب علشان افضل ماشي على نفس الموجة او رتم القعدة. لازم تبقى عارف كده ان الشخص اللي بيغتاب ده هو نوعا ما غير مؤتمن، فهو زي ما هو قال وعاب في شخص ما، هو هيقول عليك في وقت ما القلوب بتتقلب. معلومة مهمة في حالة ان هي كانت غايبة عنك: حسناتك اللي انت بتقعد تجمع فيها وتصوم وتتصدق وبتجاهد نفسك علشان تكسبها، هي بتتنقل للشخص اللي انت بتتكلم عنه بكل بساطة، فتعبك اللي انت بتتعبه علشان تجمع الحسنات بيروح هباء منثورا، وانت بإيديك بتروح تديهوله. حاجة كمان، قبل ما تلاقي نفسك بدأت كده تتملى كده وتتكلم عن حد وتملى بقك بعيوبه، حاول انك تفتكر عيوبك الأول. ابن عباس بيقول: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. افتكر نفسك الأول وافتكر ان انت مليان عيوب قبل ما تفكر ان انت تعيب على حد أو تستهزأ بيه. ما تستحسنش نفسك أبدا. في اللحظة اللي انت هتستحسن نفسك فيها وتبدأ تبص على اللي حواليك بنظرة استعلاء وانك انت أحسن منهم وتبتدي تذكر عيوبهم، انت كده دخلت في منحنى خطر جدا. دلوقتي ممكن حد يجي في باله ويقول: هي شكلها مش عايشة معانا في الدنيا، باين ده الناس كلها بتتكلم على بعض دلوقتي. هفكرك بآية واحدة بس: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلو كانت حجتك إن الناس كلها بتعمل كده، فللأسف دي مش هتبقى سبب كافي لما تقف قدام ربنا وتتحاسب عن اللي انت قلته وعملته. ابن القيم بيقول: من عرف قدر الكلام قل كلامه إلا فيما ينفع. ومن البداية كده خالص ما تقعدش في قاعدة انت عارف ان القاعدة دي هيتجاب فيها سيرة ناس. اجتنب واقفل على نفسك باب معاصي وذنوب.
طب حد دلوقتي يجي في باله يقول يعني انا متضايق اعمل ايه؟ طيب بلاش اتكلم، انا معاك للاخر والله، بس خليني معاك واقول لك الشخص اللي انت عايز تتكلم عنه ده هو شخص سيء جدا، تمام، واساء ليك وظلمك في الدنيا، تمام، برضو انت بقى لما تتكلم عنه فهو كمان بياخد من حسناتك في الاخره. فتخيل كده معايا وشوف الموضوع، هل هو مستحق فعلا لده ولا لا؟ لما تبقى عايز تتكلم مع حد خلي كل الكلام اللي نفسك تقوله لربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لما تسمع حديث زي ده مش أولى منك تخاف؟ هو الحقيقة إن إحنا كلنا حقيقي لازم نخاف من كلامنا ومن اللي إحنا بنستسهل نعمله. للأسف الشديد إحنا عندنا تساهل رهيب وغير مفهوم مع بعض الأمور. الإنسان دايما أمره ما بين الترغيب والترهيب، يعني أنا بجاهد نفسي علشان أنا بحب ربنا، أنا عايز ربنا يرضى عليا وإني أنشغل بحالي عن الخلق علشان أبطل ذنوب أو كبيرة بعملها. وكمان أنا لما بسمع الأحاديث اللي بتتكلم عن عقاب المغتاب أو عقاب أي ذنب أنا بعمله ده هيخليني أخاف، فأنا لما هخاف هبطل. فأنا لما هقعد في قعدة وأذكره وأقول له إن اللي إحنا بنعمله ده غلط وإن دي اسمها غيبة، أنا مش هخاف قوي على زعل اللي قدامي قد ما أنا هبقى خايف من عقاب ربنا وهبقى حابب إن ربنا يرضى عليا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. طيب لما حد يجي يحكي لك ويقول لك ده فلان ده قال عليك كذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لما تعرف أن حد اتكلم عليك بالسوء، الحسن البصري كان بيقول: مرحبا بحسنات لم أتعب فيها. فخلي ده دايما مبدأك في الحياة على قدر استطاعتك، وافتكر أن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. وخلي بالك دايما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل حاجة بتتسجل، مفيش حاجة بتروح عند ربنا صغيرة ولا كبيرة. ودلوقتي هتكلم بشكل عام شوية، ما تستصغرش أي حاجة بتعملها، ما تستصغرش أي ذنب أنت بتعمله. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. لما أعرف إن الحاجة اللي أنا بعملها دي غلط أقف وما كبرش، انوي إنك تجاهد نفسك وتتوب في كل مرة تعمل فيها حاجة غلط. وخد بالك أنت ممكن ما تشوفش تأثير الذنب ده على طول، ممكن يتأخر فتنسى وتفتكر إنك مش هتتحاسب. محمد بن سيرين لما أصابه الدين اغتم وقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أذنبته منذ 40 سنة. ودايما كرر الدعاء ده: اللهم احفظ لساني عن العالمين واجعل كتابي في عليين واغفر لي إلى يوم الدين. وبس كده. أتمنى حقيقي تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. أعاننا الله وإياكم.